السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خبر جديد من بيفوتس. عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن سعادته البالغة لتواجد محمد صلاح ضمن صفوف فريقه خلال الموسم الكروي الحالي، وذلك في ظل تصدره ترتيب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز. كلوب تحدث بفخر عن تواجد صلاح ضمن صفوف فريقه، حيث سجل النجم المصري 12 هدفا في الدوري الإنجليزي حتى الآن. وقال كلوب عن صلاح بعد تسجيله هدفين في شباك ستوك سيتي أمس الأربعاء: أحمد الله على نعمة صلاح، أداؤه أمام ستوك سيتي لم يفاجئني، سجل هدفين رائعين وبمهارة مميزة، خصوصا الهدف الثاني، وشارك كصلاح كبديل في مواجهة ستوك سيتي، لكنه استطاع رغم ذلك تسجيل هدفين لصالح ليفربول، ليؤكد أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر نوفمبر. ويحتل الإنجليزي هاري كين المركز الثاني في صدارة الهدافين خلف محمد صلاح ب10 أهداف، رغم أنه يشغل مركز رأس حربة صالح. وبلغ مجموع أهداف صلاح هذا الموسم 17 هدفا بكافة المسابقات، بعدما أحرز 5 مسابقات، 5 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منها 1 في الدور التمهيدي. ويتفوق لاعب روما السابق في مجموع أهدافه بكافة المستويات على نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي أحرز 12 هدفا في الدوري الإسباني و3 في دوري الأبطال، ونجم باريس سان جيرمان نيمار الذي سجل بدوره 9 أهداف في الليغا 1 مقابل 6 أهداف في المسابقات الأوروبية. ومن الأسماء المعروفة الأخرى التي تفوق عليها صلاح حتى الآن يبرز هداف بايرن ميونخ ليفاندوفسكي 13 هدف في الدوري الألماني وهدفين فقط في دوري الأبطال، ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو المتألق قاريا والمخيب محليا 8 أهداف في دوري الأبطال وهدفان فقط في الليغا الإسبانية. وبشكل عام يحتل صاحب صلاح المركز الثاني على سلم ترتيب هداف الفرق الدولي الخمس الأوروبية الكبرى بكافة المسابقات، بالاشتراك مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي 15 هدفا في الدوري الإيطالي وهدفان في الدوري الأوروبي.